الجالس فوق الشاروبيم قال يوم ظهر في أورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم وحوله طقوس نيانجيلوس. أحد الشعنين، وأحد الشعنين ده كانت رسالة واضحة وصريحة لكل شعب اليهود. أنا اللي اتكلمت عليه كل النبوات وقالت هوذا ملكك يأتيك وديعا جالسا على جحش أتان وابن أتان. دي كانت نبوة صريحة بيتكلم إن أنا الملك الآتي، أنا ملك الملوك. العجيب إن هم بعد موت لعازر وقيامته كل الناس شهدت إنه فعلا ده قوة الله الجبارة. كلهم آمنوا بالسيد المسيح، ناس كتير آمنت بالسيد المسيح. استقبلوه الناس دي كلها، والناس اللي سمعت بزعف النخل وأغصان الزيتون، وفرشوا القمصان على الأرض زي ما شفنا، وفرشوا كمان على ظهر الركوبة اللي هي الأتان وابن أتان القمصان بتاعتهم. ودي ما بتتعملش إلا للملك المنتصر. وكان الصراخ يقول لك إيه؟ هوشعنا أو أوصلنا يا ابن داود. هوشعنا دي باللغة العبرية ومعناها يا رب خلصنا. والمسيح دخل كملك منتصر، بس هو قالها لنا صريحة: مملكتي ليست من هذا العالم، أنا أملك على قلبك وحررك وخلصك من عبودية الشيطان. زي الآثار الخطية اللي وصلت للتعفن وموت الإنسان وحزن الإنسان وبكى الإنسان، قوم المسيح لعازر، وفي نفس الوقت بعد ما قومه من الخطية عاوز يملك على قلبك. وده كان دخول المسيح أورشليم ليملك. وأورشليم ترمز للسماء وترمز لقلب الإنسان، ملكوت الله. المسيح مش جاي على ملك أرضي. وده العجيب في تحرك السيد المسيح. يبقى احنا هنا في الأولانية يثبت لاهوت وقوة المسيح، هو ده ايه؟ الإله المتجسد. والتانية هو الملك اللي يحررنا على الصليب من عبودية إبليس، وهو اللي هيقهر الموت ومش هيبقى الموت له سلطان. عشان كده قال إن لعازر حبيبنا إيه؟ قد نام. قصة جميلة جدا، دخول المسيح واستقبال الناس ليه. والعجيب بقى بعد شوية يدخل السيد المسيح للهيكل ويزعل جدا من الناس اللي مبهدلة الهيكل، والناس اللي بتهرج في الهيكل، والناس اللي بتبيع وتشتري في الهيكل. يغضب المسيح ويزعل ويقول أنا مش مبسوط. وده يدينا فكرة إزاي إحنا نقف جوه الكنيسة بخشوع وأدب، إزاي في حوش الكنيسة نبقى مؤدبين، إزاي في حوش الكنيسة نبص لإخواتنا البنات وإخواتنا الولاد، وإزاي صوتنا ما يعلاش ونقول له يا رب ده بيتك ده هو بيت الملائكة، بيتك ده هو بيت القديسين، بيتك ده بيت مريمينا حبيبنا اللي احنا بنتشفع بيه. لا يصحش ان احنا نعمل اي اعمال تزعلك، او نطلع لفظ مش حلو، او حتى نلبس بنطلون غير لائق ببيت ربنا، او حتى البنات يأفوروا شوية في المكياجات والتسريحات. لا، ما يصحش يا رب، ببيتك يا رب تاريخ القداسة. عشان كده أبونا في القداس يقول لك والذين ها هنا اجعلهم يا رب متشبهين بملائكتك. ده أبونا بيقول كده في القداس. يبقى احنا في الكنيسة ما نزعلش ربنا، ما نخليش ربنا يغضب. احنا جايين ناخد البركة، جايين ناخد النعمة. الولد يخش بخشوع الكنيسة، يرشم على نفسه الصليب والأبانا الذي، يقعد في القداس يلتزم. البنت تخش باللبس اللائق ببيت ربنا واللائق بعفتها وطهارتها. انت بنت الملك، بنت المسيح، لازم يكون لك شكل معين جوه الكنيسة. لازم الأشرب الجميل على راسك وانت رايحة تقابلي ملك الملوك ورب الأرباب، تستقبليه بزحف النخل وتقول له ايه؟ خلصنا يا رب، اشفينا يا رب من عبودية الخطية. ربنا يحافظ عليكم جميعا.
أيام جميلة، معاني جميلة، خدمتنا جميلة، خدمة ثانوي دايما بتفرحكم كل سنة، ولله المجد الدائم إلى الأبد آمين.